احنا عاوزين ندافع عن نفسنا لان احنا برقة من دم الشهداء بتوع مصر، يعني ما تسموش شهداء لان شهداء الشرطه هي اللي ليه متواطئه، ليه سابت الابواب مفتوحه، ليه خشت الناس بالسكاكين؟ ده احنا كنا بنخش بذات الميه المعدنيه يقول لك ممنوع ممنوع. ما بنقولش احنا بورسعيدي ولا مصراوي ولا اسكندريه، كلنا شعب واحد، مسلم ومسيحي كلنا واحد. ليه ذنب الناس ده مين؟ في رقبه ذنب مين؟ كل ما بورسعيد تتقدم خطوه عاوزين يرجعوا 10 عشان نقول حسني مبارك واعوانه، مش هنقول الا يا رب، عشان ربنا عز وجل هو اللي هيجيب الحق وهي هتخلص باذن الله في المشكله الاخيره دي ان شاء الله. انا والله حضرتك اللي حصل امبارح دون عدم ان الامن كان لابس جيب، لابس طرح، مش قادر يجري، مش قادر يحمي شويه الاولاد اللي جايين من اللي سايبين اهاليهم وجايين يفرحوا بماتش كوره. خلاص لو لاحظنا بعد الشوط الاول في فرع قنبله دخان في العساكر وما اتحركوش، الجمهور نزل في التراك وما حدش اتحرك، المدير الامن جاي بقاله يومين تايه مش عارف يعمل ايه، واقف ما فيش عسكري جيش في المدرج كله. خلاص وانا بتهم لازم يجيبوا الالتراس اللي عمل كده، والصور عندهم في الجرايد، الصور موجوده، ويدوروا ويشوفوا مين اللي عمل كده، يعني صوره يدوروا يشوفوا مين اللي بيجري دول، مين البلطجيه دول اللي طالعين دول، مين دول، يجيبوا البلطجيه دول، يجيبوا البلطجيه اللي بيجروا اللي نزلوا الملعب ويجيبوا صورهم ويرجعوا للي ماسك اللابط في الالتراس ويعرفوا مين اللي عمل كده. هو متاكد، هو عارف مين اللي عمل كده، كل واحد ماسك الالتراس عارف مين الشاب اللي عمل كده، يشوفوا مين اللي عمل تعدي، يشوفوا المراسل بتاع موقع جريده شرطه ومين اللي فتح لهم الباب وسمح لهم قبل ما هم. انا كنت قاعد في المنصوره يمين حضرتك. انا كراجل بدير المباراه مش هعتمد على حسن نيه الجمهور او سوء نيته، المفروض انا بحكمها. الشاب اللي نزل الملعب ونزل ترنج اخضر ده نزل من المقصوره الرئيسيه، نزل 4 مرات والامن يرجعه، 4 مرات ينزل والامن يرجعه. حاجه احنا قعدنا نقول هيحصل كارثه يا جماعه، هيحصل كارثه. الجمهور المصري اتحرك واتفتح، قعدنا نحوش الناس تحوش بعضها. الامن تسبب يعني انا بتهم الامن اتهام رسمي والمراسل اللي حصل قبل الماتش بيوم بتاع جريده شوطه على موقع المصري كلاب اللي طلع قال هيحصل مجازر، انا اخترقت اختراس الالتراس الاهلاوي وان قال لك هنحطم كل شبر في بورسعيد، دون المتهم الرئيسي في اثاره الفتنه، ده اشعل الفتنه بجوار اليافطه اللي طلعت بعد الهدف الاول، واللي دخل فيها واللي مات مش جمهور الاهلي، اللي مات كل اهلاويه من بورسعيد ومن دمياط ومن المنوفيه ومن الشرقيه، اللي ماتوا دول مش اهلاويه بس، اللي ماتوا بورسعيديه، والطفل اللي راح مع باباه يفرح ويموت. حرام. واللي ماتوا دول زي ما ماتوا عندنا هنجيب لهم حقهم عندنا، لان ده وصمه عار علينا. الملعب ده كان طول عمره جبنة الشهداء، وهم فعلا شهداء واتدفنوا في المكان الصح، ده جبنة الشهداء. وانا يعني بترحم ربنا يصبر اهلهم يا رب، وما يكتب على حد اللي يشوف ابنه، يا رب يا رب يا رب. 25 بورسعيدي ماتوا، ده دليل على ايه؟ والبورسعيديه كلهم عارفين بعض، يعني حتى لو بيموتوا حد كانوا فلتوا ال 25 دول. 25 بورسعيدي ماتوا، صلينا عليهم النهارده الظهر. على فكره قبل الماتش بثواني كان في ميكروباصات داخله المشجعين دول مش من الاهلي، عربيه شرطه وعربيه مشجعين، ده قبل الماتش بثواني. هم دول اللي عملوا الشغب كله. ومدحت شلبي هيج الراي العام علينا، وشوبير ده اكبر منافق، واستاذ مدحت شلبي ده اكبر منافق، عشان دول كانوا بيبوسوا ايد الجمال ومبارك، كان بيبوسوا ايد الجمال قدامي، بشوف ده بيقدموا الوراء والطاعه. دلوقتي بيقولوا عليهم وحشين، احنا اللي رافضين الناس دي من المبدا. الناس دي منافقه وبتنافق، والشعب المصري كله متضامن مع جمهور الاهلي ومع جمهور المصري اللي حرام يحصل حاجه زي كده. فالناس ديت اتظلمت، ذنب الناس دي بالشرطه والجيش والشرطه هم. مين اللي دخل العربيات اللي فيها المشجعين؟ انا جايبها على اليوتيوب حضرتك، امبارح جايبها على اليوتيوب، عربيه شرطه وعربيه مشجعين، قبل الماتش ما يبدا بالظبط بربع ساعه. طب هل تعرف العربيات دي جايه منين؟ الشرطه تسال الشرطه بقى فيها، عشان الشرطه دي اللي جايبها، احنا ما نعرفش دول مين. لما جمهور الاهلي كان دخل وقعد بالفعل في المدرجات، قعد بالفعل في المدرجات. قعدوا في مدرج المصري ولا الاهلي؟ لا، قعدوا في مدرج الاهلي ورا الجون، فخلاص دول قاعدين ويشجعوا ويهتفوا، خلاص اوكي، ده جمهور عادي. انما دول دخلوا ازاي ما نعرفش. والفتره اللي حصلت دي كوبي من ماتش المحله، برضو اشاره بالشمروخ، وناس تنزل وناس تجري وراهم، وتدخل نور ازاي تدخل نور؟ انا عاوز ابقى شاهد على واحد قتل واحد،
ما شفتهوش حشد عليه ازاي؟ انا عاوز اقول ده كان بيموت ده. وبعدين ملاحظ ان كاميرات التلفزيون ما صورتش اي حاجه للاحداث. اعلام متواطئ معاهم، الاعلام متواطئ معاهم. موضوع برضه علامه استفهام يعني. طبعا الاعلام متواطئ معاهم. على فكره النور اتطفى من هنا ومش عارفين مين اللي قتل مين ومين مع مين، وناس اتسرقت بطايقها عشان من اللي ماتوا، عشان ما يعرفوش دول جايين منين ولا منين.